كتير بيسألوني ازاي سافرت وازاي لقيت شغل وازاي اتعلمت اللغة واسئلة تانية كتير، فقلت بدل ما ارد على كل واحد لوحده نتكلم ونعيش اليوم مع بعض في نفس الوقت. يوم المعتاد بيبدأ من الساعة 6 الصبح، احيانا بتزيد واحيانا بتنقص على حسب نوع ومكان الشغل، والنهارده اليوم مختلف شوية لاني شغال شغل خاص بيا وفي نفس الوقت مش بعيد عن البيت، علشان كده هنروح نصلي الفجر في المسجد بكل سهولة. خلصت ورجعت البيت الحمد لله، فطرت حاجة خفيفة وفصلت كام دقيقة وجهزت نفسي ودلوقتي مستعد. انا محمد غطاس، وده اول سؤال: ازاي محمد وازاي غطاس؟ اسم مسلم واسم مسيحي، والصراحة سؤال منطقي، والحقيقة ان ده اسم عيلتي من زمان وملوش علاقة بالدين، لكن انا مسلم من اصول مسلمة بفضل الله. في كل طريق بمشي منه لازم اشوف حاجة حلوة، ومن الحاجات الحلوة اللي شفتها النهاردة هو العلم ده، علم فلسطين. المؤلم ان نفس الالوان دي لو غيرنا مكانها هنفتكر السودان، ولو شلنا لون هنروح اليمن. علشان كده هيفضل حلمي وهدفي دايما ان ربنا يستخدمني في مكان اقدر من خلاله اكون صوت لكل مظلوم وانصره بالقانون والحق والعدل. دي مش شطاره مني، ولكن دي لازم تكون فطره الانسان السوي اللي قلبه لسه حي في وقت اصبحت اغلب قلوب الناس كالحجاره او اشد قسوه. وبكده نوصل لتاني سؤال: هل انت مرتاح ومبسوط في فرنسا؟ بصراحه انا شايف ان المكان لوحده مش هو اللي بيحدد سعادتك. السعادة الحقيقية بتيجي من تفاصيل حياتك اليومية، من الناس اللي حواليك، من نفسك وانت راضي ومتصالح وبتسعى وتعمل اللي عليك. خلاص وصلنا مكان الشغل، واللي عبارة عن مركز علاج طبيعي، والمفروض ان ده اخر يوم في المكان ده وهننضفه ونسلمه. بما اننا في الشغل فخلونا اجاوب على اهم واكتر سؤال بيوصلني دايما، وهو ازاي سافرت فرنسا وازاي قدرت تلاقي شغل، وهل محتاج لغة قوية ولا مش شرط؟ قبل ما اقول لكم الاجابة العامة على السؤال ده، خلونا احكي لكم تجربتي الشخصية في نقطة الشغل، بما اننا شغالين حاليا مع بعض. اول ما وصلت اوروبا من فترة قابلت بعض الشباب اللي اعرفهم، وكانت اول جملة قالوا لي: انت ايه اللي جابك هنا؟ الوضع صعب ومفيش شغل، واحنا قدامك اهو قاعدين بقالنا كذا شهر من غير شغل، واحيانا بنبعت نجيب فلوس من اهالينا. احترمت كلامهم، لكن سمعته من ودني اليمين وخرجته من الشمال، وتوكلت على الله وجهزت شنطه ظهر فيها بنطلون وتيشيرت وكام حاجه، وفتحت برنامج الترجمه وكتبت نبذه تعريفيه عني وعن اللي محتاجه، ونزلت الشارع اشوف شغل. قابلت ناس كتير، منهم اللي قال لي هات رقمك واكلمك، ومنهم اللي قال لي مفيش، منهم اللي انبهر باللي بعمله ودعمني بكلمه حلوه. واستمريت على الحال ده حوالي 5 ايام، اصلي الفجر وشنطتي واسعى في ارض الله الواسعه، وبعد حوالي 5 ايام سعي بدون كلل او ملل شفت النتيجه قدامي. قابلت شخص بيشتغل في نفس مجالي، قال لي مستعد تيجي الشغل حالا؟ كنا وقتها الساعه 7 الصبح، قلت له مستعد. قال لي اركب. خلي بالك ان ده كله بيحصل وانا صفر لغه البلد. المهم اشتغلت معاه فتره كبيره، قدرت خلالها اطور نفسي في اللغه، حسنت دخلي بشكل كبير، عملت علاقات الى حد ما كويسه الى اخره. الخلاصه الطريق عمره ما كان سهل، بس كمان عمره ما كان مستحيل. اللي عايز يشتغل فعلا ونيته وهدفه كويس، ربنا بيفتح له ابواب ما كانش يتخيلها. مش لازم تكون متقن اللغه، ولا لازم يكون عندك واسطه، لكن لازم يكون عندك نيه وحسن ظن في الله وسعي وثقه ان رزقك مكتوب. وتاكد ان كل تعب في سبيل حلمك عمره ما بيروح هدر. كنت معاكم انا محمد غطاس من هنا من باريس، وسلام.